مخاطر عمليات تصحيح كتير قوي. بنسأل لو انا دلوقتي عايز اعمل عملية تصحيح ايه المخاطر اللي ممكن تقابلني او المشاكل اللي ممكن تحصل لي لو العملية حصل فيها حاجة او انا هبتدي اعمل ايه. دلوقتي مخاطر عمليات تصحيح، عملية تصحيح تعتبر امن عملية موجودة على مستوى العالم. نسبة النجاح بتاعها 98% 99%، بمعنى ان الفشل بتاعها او المخاطر بتاعها حوالي 2%. لازم المريض وهو بيختار عمليته وهو بيعمل عملية يبقى عارف ان في مخاطر بنسبة قد ايه؟ 2%. طب النسبة دي كبيرة؟ لا، النسبة مش كبيرة. طب ال 2% ده ايه اللي ممكن يحصل لي؟ غالبا بتبقى حاجات خفيفة جدا، مشاكل لطيفة قوي بتعدي في اول يومين 3، مفيش اي حاجة بتحصل. ابسطها خالص، احنا ممكن مكان فتحة العين والضغطة اللي على العين تبتدي الشعيرات الدموية نفسها اللي على سطح العين تبتدي انها ممكن حاجة منها تبتدي تفرقع، تبتدي تعمل نقطة دم. نقطة الدم دي بتبقى مزعجة شوية للمريض، يبتدي ان هو يقلق منها. لا، الموضوع ده بيروح لوحده، ما بنحتاجلوش علاج، ما بنحتاجش اي حاجة، بيبتدي ان هو بيتحسن لوحده في خلال اول اسبوعين 3 من العملية. في مشاكل بتحصل على حسب نوع العملية نفسها، بمعنى احنا طبعا عندنا 4 انواع من عملية تصحيح، سواء كان الليزك السطحي او الليزك اللي هو بنعمل فيه فلاب في القرنية، او الفيمتو ليزك او الفيمتو سمايل. بالترتيب كده، البي ار كي ممكن وانا بشيل الخلايا السطحيه، طبعا هي عمليه امنه مناسبه لناس معينين. ببتدي ان انا ممكن وانا بشيل الخلايا السطحيه ما تنموش بالنمو الكامل بالشكل المعين، بحتاج ان انا ادخل مريض تاني العمليه، بحتاج ان انا بصلح له العلاج بتاعه، بنبتدي ان احنا نساعده في التحسن الاسرع. بس ممكن التحسن بتاعي يبقى بطيء، ابتدي احط عدسه لاصقه لمده اسبوعين 3 يبقى في وجع شديد. المشاكل دي كلها حاجات خفيفه، بس طبعا بتنتهي بمجرد ما احنا بنشيل السبب وبنرجع الشخص لطبيعته. معظم المشاكل او اكترها بتبقى في الليزك او في الفيمتو ليزك بسبب مشاكل الفلاب نفسه. الليزك المشاكل بتاعته، انا ببتدي في عمليه الليزك خالص ان انا بقطع شريحه في القرنيه. مشاكل العمليه ومعظمها بتبقى في الشريحه دي. هل في اثناء ما هي بتتعمل هل القطع كان كامل؟ هل المريض ضار على عينيه؟ هل حصل قطع غير كامل في العمليه؟ ببتدي ان انا بكمل العمليه، لا بحتاج ان انا اجل نفسي لمده شهر شهرين. بعدها بيبتدي ان احنا بيبقى في مخاطر من الفلاب نفسه. المخاطر دي في منها حاجات بتستمر بعد العمليه، بمعنى ان انا مش بكتشفها غير بعد العمليه. انا بعد ما بعمل عمليه تصحيح بنزل ليزر، برجع الشريحه دي تاني، بنطلع بره، بناخد حوالي نص ساعه، الدكتور تاني بيطلع يطمن علينا، بطمن ان حصل التئام. الشريحه دي انا ما بخيطهاش، ما بعملش تدخل او باخد غرز، لا انا بخليها بالخاصيه الشعريه، بتبتدي انها بتلتصق الخلايا ببعضها، فببتدي ان انا بنتظر الالتئام من نفسها. طب انا مثلا بعد ما طلعت من العمليه ابتديت رفعت الجفن، ابتديت شديت على عينيا جامد، ابتديت حصل اي حاجه خلتني ان انا احرك الشريحه دي، دعكت في عيني من غير ما اقصد على مدار اليوم. الدكتور لما بيطمن علينا بره بيتاكد ان هو بنسبه 80% حصل التئام. طب انا ممكن اروح في البيت، ممكن تبتدي تتحرك تاني. وقت ما هي اتحركت سواء بعد العمليه مباشره بعدها في نفس اليوم، ببتدي ان انا برجع الدكتور، بضطر ان انا ادخل تاني اوضه العمليات، بنغسل الشريحه دي تاني، ببتدي ان انا ارجعها لمكانها الطبيعي. بيبقى ممكن في وجع شويه، بيبقى في حرص زياده بناخده، بس في الاخر الموضوع بيبتدي ان هو بيتحل او بيتعالج. بيبقى في مشاكل ممكن تظهر بعد اسبوع اسبوعين من العمليه، زي ان الخلايا يحصل نمو للخلايا السطحيه تحت الفلاب نفسه، وده بيضطرني برضو ان انا ادخل تاني العمليات، ابتدي اغسل مكان الخلايا دي تاني عشان ارجع العين لطبيعتها. وطبعا الموضوع ده كله سهل بيزيكلي ممكن يحصل، بس زي ما احنا بنقول ان المخاطر كلها او المشاكل دي حوالي 2%، نسبة بسيطة جدا، وتقريبا دلوقتي كمان بتبقى نادرة جدا انها تحصل. مع التعليمات والحاجات اللي احنا بنقولها بعد العملية، معظم المشاكل دي بنبتدي ان احنا بنتجنبها. اكيد بننبه ان محدش يدعك في عينه، بنحط القطرة بنظام معين بحيث ان الشريحة دي نحافظ عليها ما يحصلش اي مشاكل خالص. الفيمتو ليزك يعتبر السيفت بتاعه اعلى من الليزك، بحيث ان انا لما بعمل قطع في القرنيه مش بعمله باستخدام مشرط جراحي بيبتدي يمر، لا انا بعمله باستخدام اير بابل، فقاعات هوائيه صغيره قوي بتبتدي تعدي على القرنيه. طب لا قدر الله لو انا اتحركت زريت على عيني، حركت راسي خالص، شلتها اصلا، لا انا اقدر ان انا
اوقف الجهاز، ابتدي من الاول وجديد كاني ما عملتش اي حاجه، ومجرد هواء بيروح من القرنيه يبقى انا ارجع للوضع الطبيعي بتاعي. فانا المشاكل اللي ممكن تحصل اثناء مرور المشرط نفسه، او الحاجه اللي ممكن تخلي الشريحه مش كامله فيها مشكله معينه تخليها استنى، لا ان شاء الله ده بيروح. بس طبعا نفس التعليمات انا ممكن تحصل مشاكل اللي بعد العمليه زي ان الشريحه تتحرك، الموضوع ده كله بس بنسبه اقل الالتئام بتاع الفيمتو بيبقى احسن، فالفيمتو ليزك بيبقى السيفتي بتاعته اعلى. المشاكل اللي ممكن تحصل في الفيمتو سمايل حاجات خفيفه خالص، انا مش عامل قطع في اول شريحه في القرنيه، فالمشاكل بتاع الفلاب الكلام ده كله مش موجود. ايه اللي ممكن يخليني ادخل عمليات تاني؟ ممكن احتاج بس ان انا اغسل عينيا، بيبقى في حبه جفاف، بيبقى في حبه دبرس كده صغيره، بحتاج ان انا بعمل بس غسيل بالقطرات عشان يبتدي الموضوع يتحسن. ده بالنسبه لاثناء العمليه او اليوم اللي بعد العمليه. في نوع تاني بقى من المشاكل بيواجهنا اللي هو ما بعد العمليه، زي جفاف العين. جفاف العين بيبقى فتره مؤقته بتستمر من فتره من 3 ل 6 شهور، بحتاج فيهم ان انا اخد القطرات المرطبه بحيث ان انا احافظ على الترطيب بتاع عينيا. طب هل انا استمر على القطره دي طول العمر؟ لا اكيد طبعا، في خلال ماكسيموم 6 شهور بيبتدي الوضع يرجع لما هو عليه، فانا باخد القطرات 3 شهور. في حال ان انا بعد المتابعه الدكتور حس ان في جفاف ممكن ان انا اخد قطره زياده، ببتدي ان انا بزودها. بيحصل ان في زغلله، الزغلله دي بسبب ان احنا بنفتت الانسجه اللي بتكون ماسكه الخلايا بتاع العين، فانا ممكن الانسجه دي على بال ما بتلتئم بترجع لوضعها طبيعي تاني، بتاخد فتره. الفتره دي بيبقى في زغلله، بيبقى في هالات حوالين الاضاءه خصوصا بالليل، بيجي الناس تقول طب انا بشوف هالات بلاقي النور مشع بزياده. ده كله طبيعي في الاول، بيتحسن بياخد وقت قد ايه؟ بياخد فتره بتستمر من 3 ل 6 اسابيع، ممكن بيطول شويه مع ناس، ممكن بيبقى اسرع شويه على حسب المريض وعلى حسب نوع العمليه نفسها اللي بتتعمل له. بس في الاخر زي ما بنقول مشاكل خفيفه بتبتدي انها بتتعالج لوحدها، مش معنى كده ان انا خاف من العمليه. النقطه المهمه اللي احنا تقريبا كلنا ممكن نسال عليها، طب الريجريشن، بمعنى ان انا عملت العمليه النظري ممكن يتبقى فيه درجات؟ ممكن بعد العمليه لو انا مثلا -3 -5 -10 وات ايفر الرقم، تمام، ممكن يتبقى نص درجه، ممكن يتبقى درجه، حاجه تستدعي ان انا ادخل عمليات تاني لو ما اتحسنتش في خلال اول من 3 ل 6 شهور. ببتدي اتابع مع الدكتور، ممكن احتاج ان انا ممكن توصل لدرجه ان انا ارجع البس نظاره تاني لفتره من 3 ل 6 شهور. بنسبة 80% الموضوع بيتحسن مع الوقت، بيبقى بس التحسن بطيء شوية، ببتدي ان انا بستنى التحسن بتاعي في خلال من 3 ل 6 شهور. لو الموضوع ما اتحسنش ببتدي ان انا برجع تاني بدخل عمليات، بتبقى الموضوع اسهل، ما بعملش قطع في القرنية ولا حاجة، نعمل زي جلسة تقوية بالليزر بحيث ان انا اعالج الدرجة او نص درجة اللي هي مسببة لي الزغللة او اللي هي مضايقاني دي. هل انا اقدر اعمل عمليه تصحيح تاني لو انا النظري ضعف في خلال الكام سنه الجايين؟ يعني بعد 10 سنين نظري ضعف تاني؟ ينفع اعمل تصحيح طالما القرنيه بتاعتي كويسه. بعمل فحص قرنيه تاني، بيكون برضو جلسه خفيفه خالص، ممكن بنعملها يعني اي مريض عمل، ده بنسبه وارده جدا في حدود ال 2%، يعني من كل 100 شخص ممكن شخصين بعد 10 سنين 20 سنه ممكن نظري يبتدي يضعف شويه، ابتدي ان انا اعالجه، احتاج جلسه تقويه، دي بتتعمل سهله خالص. دي معظم المشاكل اللي ممكن تقابلنا وانا بعمل عمليه تصحيح. طب هل كده العمليه خطر؟ زي ما قلنا معظم المشاكل لا بتتعالج في وقتها. طب هل انا مثلا لا قدر الله ممكن وانا بعمل عمليه تصحيح ابتدي افقد نظر نهائيا؟ لا. ايه اسوأ حاجه ممكن تحصل لي؟ اسوأ حاجه ان انا نظري يرجع زي ما هو، فابتدي ان انا البس النضاره تاني. الكلام ده كله بنقوله للناس اللي هي فحصها كويس، اللي هو 100% ينفع يعمل تصحيح ودخل وعمل عمليه تصحيح. طب في مشاكل بتبقى اسوأ من كده للناس اللي ما كانش ينفع نعمل لهم تصحيح، الناس اللي عمل فحص قرنيه دكتور قال له ما ينفعش يعمل، لا سمع كلام حد تاني، او عمل مثلا عمليه والدكتور ما كانش عايز يعمل له، تمام، فعمل عمليه لا اثرت عليه، ممكن الضرر يعود بيه اكتر من كده، الاقي الدنيا اسوأ بكتير من النضاره كمان. في الاخر هل العمليه ليها مخاطر؟ العمليه ليها مخاطر بس بنسبه قليله. ما ينفعش مثلا اقول، انا هديك مثال بسيط خالص، دلوقتي الطيارات مفترض ان احنا بنركبها عشان تطير، طب ما في طياره ممكن تقع، بس حاجات بسيطه، احنا مش بنعمل عمليه. معظم المشاكل ان شاء الله بتتعالج، ما فيش اي حاجه، بس هي الفكره كلها في ايه المشكله بالنسبه لي؟ ان المريض بيبقى طالب ان هو يعمل عمليه في خلال اول اسبوع، يبقى بيشوف كويس، بيمارس حياه طبيعي، بيتعامل طبيعي. ممكن الناس اللي ممكن بيحصل معاها مشكله يبتدي ان
ان هو يحتاج يريح في البيت اسبوع اسبوعين، ممكن الموضوع يطول معاه شويه، بيبقى ده اللي احنا بنصبر عليه او بنسميه المشكله. بس في الاخر 99% من المشاكل اللي ممكن تحصل لا بتتعالج كلها، فما فيش اي خطوره. طب هل انا اعمل عمليه تصحيح؟ انا شخصيا عامل عمليه تصحيح لان الموضوع سهل وبسيط جدا. معظم المخاطر ما ان شاء الله ما بتجيش مع التطور التكنولوجي اللي بيحصل كل يوم. بنبتدي نقلل المخاطر اللي كانت بتحصل مع استخدام مشرط في الليزك، لا دلوقتي قللناها مع الفيمتو ليزك. المشاكل اللي بتحصل في الفلاب نفسه ابتدينا ان احنا بنلغيها مع الفيمتو سمايل، ان انا ما بعملش قطع في القرنيه نهائي. وهكذا احنا كل ما احنا بنحاول بندور ان احنا نقلل المشاكل على قد ما تقدر، وزي ما قلنا دي انجح عمليه ممكن تحصل لنا.